لو ثانويه عامه اسمع الدقيقه، احتمال ليله القدر لسه هتيجي، ده احساسي، ممكن يطلع صح ممكن يطلع غلط، بس انا بقول لك احساسي، يعني اللي ليله القدر مش كانت في الايام اللي فاتت ولسه هتيجي. طب اللي انا عايز اقوله لك ان ليله القدر دي لو صادفتها، يعني لو استغليت ليله القدر ومسكت كده الايام دي واستغليت ليله القدر، ليله القدر بيتكتب لك فيها الخطه بتاعت السنه اللي جايه، الاقدار بتاعت السنه اللي جايه. فتخيل ان الله سبحانه وتعالى يكتب لك اقدارك والخطه باللي انت هتدعي بيه. يعني الكليه اللي نفسك بيها فيها الله سبحانه وتعالى يكتبها لك وتكون هي دي الخطه وده القدر اللي انت هتلاقيه ان شاء الله السنه اللي جايه. فاللي انا جاي اقوله لك، امسك الايام دي بكل جهدك كده، وما تضيعش دقيقه وما تضيعش ثانيه، وصلي وقرب من ربنا. طب استغفر من ذنوبك وتوب توب توب، لان شرط ان دعائك يستجاب التوبه. يعني الذنوب اصلا هي اللي بتمنع استجابه الدعاء، فان انت تتوب من ذنوبك وتستغفر وترجع عن الذنب اللي انت بتعمله وتدعي ان شاء الله، ان شاء الله يكون ليك نصيب من ليله القدر، وباذن الله باذن الله تصادف كده ليله القدر ودعائك يكون فيها مستجاب ان شاء الله، وتحقق كل اللي نفسك فيه بليله القدر. انا جيت افكرك قبل ما الوقت ما يعدي وقبل ما الليالي ما تخلص، يمكن يعني ربنا يكرمك ان شاء الله وتصادفها. خلاص ابعت الفيديو ده لصاحبك، وانت كمان ابعت لصاحبتك، واخر حاجه ما تنسوش انكم صلوا على النبي. سلام عليكم. ذاكر يبقى تذاكر. خلاص يا دكتور هذاكر، خلاص يا دكتور هذاكر، بس قول لي اعمل 3 حاجات يخلوني اوصل لحلمي ان شاء الله الفتره اللي جايه. هقول لك تعالى. اولا يا صديقي الجميل، احذر المقارنات. يا ولاد دايما بقول ان محدش يعرف يلبس عبايه حد، محدش يعرف يعيش حياه حد. انت ليك حياتك ودنيتك ودماغك وفهمك واستيعابك وحفظك، والدك ووالدتك وبيتك ودنيتك. يعني انت في حياه وغيرك في حياه، حتى لو متشابهين في بعض الحاجات. مستحيل تتقارن بحد تاني. اوعى تقارن نفسك باي حد. بيذاكر اكتر مني هيجيب اكتر مني، مش بتاعتك. وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. انت مطلوب منك السعي فقط. زميلك اشطر منك مش مشكله، مش معيار. بيجيب درجات احسن منك في امتحان الدرس مش مشكله، مش معيار. المدرس بيحبه اكتر منك مش مشكله، مش معيار. المعيار يا ولاد في الاخر توفيق ورزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. السعي مهم، عشان كده بقول لك اسعى وهات اخرك. اخرك ده مش زي اخر فلان، حتى لو اخر فلان ده اعلى منك مش مشكله، المهم انك انت بتجيب اخرك. فاوعى تقارن نفسك بحد. طيب ثانيا، الفتره اللي جايه استعين على قضاء حوائجك كلها بالكتمان. اوعى تتكلم، اوعى تقول لحد بعمل كذا، اوعى تقول لحد بتذاكر كام ساعه، اوعى تقول لحد انا بصحى الساعه كام او بعمل ايه. زميلك بيسالك عامل ايه، كويس والله الدنيا كويس، ماشي الحال، دعواتك وربنا يوفقك انت كمان ويوفق كل الناس، وربنا يا رب يكرم كل الناس بالمجموع اللي بيحلموا بيه. تمنى الخير لغيرك ان شاء الله باذن الله الخير يجي لك، ولكن الكتمان ثم الكتمان ثم الكتمان. اوعى تتكلم مع اي حد، خلاص ما تتكلمش مع حد. ها طيب اخيرا يا شباب هديكم هديه. الهديه الا وهي في رمضان كل يوم معاك دعوة لا ترد. ايه ده فعلا؟ والله دعوة مستجابة بجد. والله بجد. على الفطار كل يوم قبل ما تفطر ادعي الدعوة بتاعتك وثبتها. ايه الدعوة دي؟ حلمك اللي انت نفسك فيه، واسرح بخيالك، زود عليه اضعاف اضعاف اضعاف. والله سبحانه وتعالى على ذلك قدير ولا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. يبقى شباب في رمضان معانا 30 يوم ب 30 دعوة مستجابة. ادعي اللي انت بتحلم بيه كل يوم، باذن الله ده هيكون السبيل والطريق لتحقيق كل احلامك. ابشر خير ان شاء الله يا اولاد. واسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يتم عليكم بالخير، وربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم وتوصلوا للي بتحلموا بيه، وتجيبوا المجموع اللي بتحلموا بيه واعلى من كده بكتير، وتخشوا الكليه اللي بتحلموا بيها. اللهم امين، انتوا وكل الناس اللي في ثانويه عامه. وبس كده، نشوفكم على خير ان شاء الله، وانا اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. شعور انك بتسعى انك تحسن وضعك الحالي مريح جدا، حتى ان كان وضعك الحالي لسه ما اتغيرش. استمتع بالرحلة علشان هو ده المعنى. نظرات الناس محوطاه طول الوقت. معظم الناس اللي عندها مشكلة في الثقة في نفسها دي بسبب ايه؟ بسبب انه طول الوقت فاكر ان الناس مركزة معاه، طول الوقت فاكر الناس بصاله على كل كبيرة وصغيرة، وهو لابس وهو بيمشي وهو بيتكلم وهو بيبص وهو بيقعد في كل التفاصيل ده. او اللي دايما فاكر الناس كده دايما تلاقي عنده مشكلة في ثقته في نفسه، حتى لو هو بيظهر عكس ده، حتى لو بيتظاهر انه شخصية جامدة وفزة ومحدش بيفتح، بس هو من جواه محزوز. يا جماعه خلاص. فعشان كده ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل مش عشان حد ضعيف، ولا حد مشكلته ان عنده مشكله في التربيه، ولا حد مشكلته ان مر بموقف عامل له ازمه خالص، وانما هو مشكلته انه بس معتقد ان نظرات الناس محوطاه طول الوقت، فهو مديها اهتمام اكبر من اللازم، فده بيخليه طول الوقت بيحسب كل حاجه بيعملها. فهو بيمشي بيحسب مشيته، ماشي مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو بيتكلم بيحسب كلماته، طب الكلمه يعني انا قلت كده كلامي صح ولا ما قلتش كلامي صح؟ وهو بيعمل اي حاجه طول الوقت عمال يحسب زياده عن اللزوم، فده يؤدي الى ايه؟ طول الوقت الى عدم الثقه شويه في نفسه. فعشان كده الانسان الناضج نوعا ما بيعمل ايه؟ هو مش شايف اللي حواليه اصلا. مش ان احيانا
المصايب اللي بتصيب البني ادم في حياته هو لازم يتعلم ان هو يتجاوزها، ولازم يتعلم ان هو يتعامل معاها على انها حصلت، وان الضرر العائد منها هو في اوله ضرر ولكن في اخره منفعه. بعض الضربات في حياه البني ادم للاسف هو بيسيء تقديرها في البدايه. احيانا لما بتفقد شيء غالي، او لما بتفقد حد عزيز عليك، او لما بتتعرض لازمه كبيره في حياتك، بتحس ان انت حياتك دي هي هتقف عند النقطه دي خلاص. انا ده اسوأ حاجه ممكن ان هي تحصل لي في حياتي. وفي مقوله انا بحبها جدا يقول لك ايه؟ افضل ايام حياتك لم ياتي بعد. وانا مؤمن برضو ان اسوأ ايام حياتك لم ياتي بعد. فمهما كان اليوم اللي انت فيه سيء في اسوأ منه، ومهما كان اليوم اللي انت فيه حلو في احلى منه. انت بتعمل ايه يعني؟ انت بتسكرول في الموبايل وبتبنيها 5 دقايق وتوصل ل5 ساعات. مش قصدك. خلصت خلاص تقريبا السنه بنلم الورق يعني. فاللي بيضيع وقت وبطل تضييع وقت. شوف نفسك بتضيع وقتك في ايه؟ وخد قرارات حاسمه ان كل الوقت اللي جاي يبقى في مصلحتك وفي مصلحه مستقبلك. لو فضلت على الوضع الاول هتبقى عادي في الثانويه العامه شيء حتمي على كل طالب قرر ان يستمر في شعور المتعه وتضييع الوقت بدل شعور الالتزام. حاول تقلل المتعه شويه. يعني حاول تقلل المتعه وخليك ملتزم. هنسحب ملعب المتعه شويتين ونفرش ملعب اسمه ملعب الالتزام، عشان ده الملعب اللي هيخلينا نجيب مجموع. اما لو حبيت تستمر في المتعه بتاعتك وهي متعه بسيطه جدا. هي ليه صعبة يا جدعان؟ هي ليه صعبة؟ يعني ليه بتحس ان هي سهلة مع الناس كلها وامورها تمام وسالكة وماشية، وتيجي عندك انت تحس ان هي لا صعبة اوفر؟ يعني اللي هو الموضوع تحس ان هو لا، قاصد ان هو يجي على نفسيتك، قاصد ان هو يجي على مشاعرك، قاصد ان هو يكرهك العيشة. يعني ليه؟ طيب ليه؟ ومش دايما التأخير بيبقى فشل. اوقات كتير بيحصل تأخير عشان ده الخير ليك. في حاجات بتتأخر مش عشان انت ما تستحقهاش، لكن عشان ربنا شايف ان ما جاش اوانها. ممكن تتأخر عن مشوار كنت فاكر انه خير، وبعد كده تكتشف انك لو كملت كنت هتندم. ممكن ما توصلش نهائي للحاجة اللي انت عايزها، وبعدها تفهم ان ربك لو سابك كنت هتتعب. هتتمنى تبدل الثانويه العامه كلها بماده واحده. انتوا ليه حاسين كده انكم فاقدين الامل وفاقدين الشغف وفاقدين الاهليه؟ حتى انتوا فاقدين كل حاجه. في يا جدعان ده انتوا لسه في مقتبل عمركم، في ريعان شباب. والله ما بهرج. ما هو حبيبي انت بص الفتره اللي انت فيها دي اللي بعدها مش احسن، اللي بعدها انيل. يعني انت لو فاكر ان السواد كله هو السنه دي، لا ده الويلكم درينك. يلا والله الخوازيق كلها جايه قدام تاني. بص هتخش ربنا يا سيدي. انا مش هفترض ان ربنا اللي هو مش هيكرمك بكليه حلوه، لا ربنا هيكرمك بكليه حلوه. تفتكر ان الدراسه هناك سهله؟ ده انا كل ده بشرح لك احياء، ما بالك لما بشرح لك طب هتبقى عامله ازاي؟ تاني انت متخيل الدراسه هناك عامله ازاي؟ وانا قلت لك قبل كده والله اللي هيخش منكم صيدله هتتمنى تبدل الثانويه العامه كلها بماده واحده. يعني يقول لك شيل ماده من عندي من الكليه وانا هذاكر الثانويه العامه كلها تاني. الموضوع فعلا صعب، مش بعقدك، بس انت خلاص بقى لازم تبقى متاقلم. انا مش هرتاح بعدين، لا انت بتعمل ايه؟ بتتعود على الخوازيق عشان خاطر انت كل ما تكبر تاخد خازوق اكبر شويه، كل ما تكبر تاخد خازوق اكبر شويه، وهكذا. فكرك بعد ما تخلص الكليه طالع بقى مقبول، طالع بامتياز، يلا مش هتفرق كده ما حدش عمرك شفت حد بيسال دكتور انت جايب تقدير ايه؟ يعني عمرك دخلت صيدليه كده استنى قبل ما تصرف الشتاء انت مقبول ولا امتياز؟ ما تحصلش. تمام. هنفترض في الكليه لو عرفت تتخرج اصلا، تمام، اتخرجت بمقبول، مش هتفرق معاك يا سيدي. يلا هتيجي تشتغل الدنيا اتحلت؟ لا لسه في خوازيق في الشغل برضه. هتقابل خوازيق في الشغل، تقعد تنتقل من الشغل ده للشغل ده وتقضي اول 5-6 سنين في حياتك بتشتغل شغلانات انت مش عارف ايه اللي جابك هنا اصلا. وده طبيعي. تاني ده الطبيعي. انت هتتجوز تقعدوا في البيت بلا صداع.